كيلو وربع برفيوم هنتكلم عليهم مع بعض. النهارده انا هكلمكم عن براند تيزوري دوريان. تيزوري دوريان دي يعني كنوز الشرق، والبراند ده هو براند ايطالي. البرفيوم دي ليها فلسفه ان هو بيجيب لك طقوس بتتعمل في بعض الاماكن زي مصر، زي بيزنطة، حاجات وكلها تخص العنايه بالجسم والبشره، حمام مغربي، الطقوس النظافه، طقوس البادي كير. فعشان كده اللاين كله اللي انتوا شفتوه، اول حاجه سعره مميز جدا، والبرفيوم نفسها شيك قوي، وجمهم صغيره تقدر تحطهم معاك في الشنطه، تاخدهم في اي مكان، انت هتلاقي لها اكيد مناسبه معينه تحطها فيها. فخليني الخص لكم كده البرفيومز دي كلها كده. وبتنزل برضو البراند دي شمع، وبتنزل بادي كريم، وبتنزل بادي لوشن، كل ما يخص العنايه الشخصيه للجسم يعني. هنتكلم عن اول واحده وهي وايت ماسك. تحيه جميله جدا، الماسك اللي هو شوجري قوي، لان هي فيها زهور بيضاء، فيها ياسمين. يمكن اكتر حاجه هتبان فيها قوي والوايت ماسك برائحه ثابته جدا، فواحه جدا، جميله جدا. اللي عايز يعرف راحتها، هي تقريبا قريبه قوي من وايت ماسك بتاع باس اند بادي وركس، فدي من البرفيوم الحلوه قوي ومميزه قوي وثابته. هنيجي بعد كده على بيزانتم، برضو قريبة قوي من الاتجاه بتاع الوايت ماسك، بس الفكرة كلها ان هي البودريه فيها اعلى، فيها طبعا ماسك في الدراي داون بتاعها للناس اللي بتحب الروائح البودرية. البرفيوم دي بعد الشاور حاجة خطيرة جدا، واللوز والفانيلا يعني الثبات بتاعها والفعال بتاعها برضو جميل جدا، ثابتة في الجسم بطريقة جميلة ومميزة قوي. فبيزانتم اللي ما يلاقيش وايت ماسك وحابب الروائح البودريه، واللي الماسك فيها مختلط مع الباودر ومع اللوز ومع الفانيلا، يبقى بيزانتم على طول بدون تردد. اما بقى الازازه اللي عملت القلبان كله هي فيور دي لوتو، من البرفيوم اللي هي افتتاحيه بتاعتها من الخوخ. طبعا الخوخ اصلا من الحاجات المحببه بالنسبه لناس كتير، وممزوج مع الياسمين وممزوج مع الزهور البيضاء، وفيها برضو البودري موجود. فدي من البرفيوم الشيك قوي 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 قوي، وعايز اقول لك ادائها فوحان وثبات خطير جدا جدا. ودي من البرفيوم الترندي قوي، وعلى فكره تصلح يونيسكس، تتحط بعد الشاور، حاجه كده ان هي مكتوب لوتس فلاور اللي هو يعتبر من ورد اللوتس. فهي برضو معمولة لطقوس الشاور وطقوس الحمام، وان انت بعد ما تاخد شاور تطلع تحطها. هاتولي بقى البنات والستات اللي بتحب تحط ابنوتيك بويزون، دي مفيش فيها كلام. دي هي ابنوتيك بويزون ديور، بنفس الاداء بتاعها، بنفس الثبات، بنفس الفوعان، حاجة كده خطيرة. فروتي، لوز، ياسمين، عنبر في الدراي داون، ابنوتيك بويزون بالظبط. لاي سيده او بنت بتحب تحط البرفيوم دي هتكون شيك قوي ليها. مش هتنفع رجالي بقى يعني، بص ابعد بقى الرجالي عن الموضوع ده، في حاجات يا هو بقولها يونيسكس، في حاجات مش تنفع. ده بقى البرفيوم بتاع الناس الرايقه، مميزه جدا 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 للمحبين الماتشا والجرين تي. حاجه كده فريش، اللي هو انت واحد صاحي من النوم، تاخد حمام، نازل الشارع، ريحه تحفه، ماتشا جرين تي. عايز اقربها بقى لحاجه، لو حد يعرف اليزابيث اردن الجرين تي هتلاقي برضو قريبه منها، فيها سنه كده فريش عن اليزابيث اردن، مخففين فيها الزهور شويه. فالبرفيوم دي يونيسكس بامتياز. برضو بالنسبه لمحبي الاخشاب، عملوا لهم برضو برفيوم ليهم، فورست ريتوال اللي هي طقوس الغابه. فطقوس الغابه دي يعني اكيد اول ما تيجي في بالك فهي طقوس موجوده من الاشجار والاخشاب. فعلا هي افتتاحيه جميله جدا من الاخشاب، وبعد كده بتبتدي معاها الليمون والجنزبيل بيظهروا، ويبتدي يهدوا شويه مع الدراي داون بتاعها، بيوصل برضو الجرين الخضار والخشب. بيرفيوم برضو شيك قوي 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 قوي، ومعموله لطقوس الغابات. هنيجي بقى على الجميله تهلاسو سيرابي، اللي هو العلاج بماء البحر. ده ليه فوائد كتير، وهي مفيده جدا للمسام بتاعه الجلد. فمن خلال الترجمه بتاعتها الحرفيه بتقول ان هي بيرفيوم هتظهر لنا فيها روائح البحر الجميله، وفيها املاح، لكن مع الافتتاحيه بتاعتها اللي هي من السيترس والماء البحري والاكواتيك والحاجات دي كلها، مش الحاجات اللي قلب على رائحه زفاره. يعني ريحه الزفاره انت مش هتشمها موجوده خالص، انت هتشم ريحه البحر بملوحته من غير زفارته.
فدي والاكواتيك بتاعه مع الليمون، فهو مخليها لك ريحه فريش قوي قوي قوي. فالناس اللي هي عايزه تبدا مثلا في البرفيوم اللي هي مثلا اكوا دي جايو بس مش قادره عليها وبالنسبه لها الملح فيها شديد، لا البرفيوم دي برفيوم حلوه قوي وشيك قوي، هتحببك في البرفيومز اللي هي البحريات عموما. هنتكلم بقى عن الخطيره ايورافيدا، هو علم الحياه. البرفيوم دي برفيوم نسائي وهي شبيهه قوي لبرفيوم اليكزير دي ماربلس اللي هي بتاعت هيرماس، وهي افتتاحيه جميله من الاورنج ظاهر فيها والباتشولي، وبيجي برضو نجيل الهند موجود في الدراي داون بتاعها والاخشاب، فبرضو برفيوم شيك قوي وجميله. تاي سبا اللي هو السبا تايلاندي، والاول ما بيجي في بالك على طول تايلاند فبيجي لك الفواكه الاستوائيه، فطبعا هي موجود فيها مانجو، المانجو فيها حلو جدا، فيها ورود بيضة في الافتتاحيه جميله بتهدى معاك توصل للنيرولي، وطبعا موجود فيها الوايت فلورال زوج مع الاورنج ومع المانجو، عامل فعلا بيرفيوم شيك قوي. البيرفيوم دي تصلح معاك قوي لو انت مثلا بتروح الساونا والجاكوزي والسبا واللي بيبقى موجود في الجيم، فالبيرفيوم دي هتكون مناسبه جدا جدا في الاجواء دي والسبا التايلاندي. هكلمكم بقى عن حمام، افتتاحيه جميله جدا من السيتروس، واسمها حمام علشان خاطر برضو نفس الطقوس بتاعت الحمامات المغربي والكلام ده، فتعتبر حمام من البرفيوم الشيك قوي اللي تستخدم استخدام ديلي يوز. انا شايف انها تصلح للجنسين عادي جدا. الافتتاحيه بتاعتها من الماندرين من الليمون، حاجات سيتروسيه في الافتتاحيه بتاعتها، وبعد كده يجي زهر البرتقال بتاعها في الميدل نوت، وينزل على الفانيلا والعنبر، فهي تقيله كده برضو برفيوم شيك ينفع تخرج بيها بالليل. انا شايف ان هي برضو تصلح للاوقات دي برضو لطيفه. رويال عود ديلو يمن اللي هي عود ملكي كده يمني، يعني شيل العود منها كده لان هي ما فيهاش عود. البرفيوم دي افتتاحيه جميله كده سبايسي، معاها توابل لطيفه جدا ممزوجه مع خوخ، طبعا الخوخ مخليها شيك قوي 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 قوي، مش قادر ان انا اقول ان هي ريحه شرقيه خالص، بس هي موجود معاها عنبر، موجود معاها روايح تقيله حلوه لطيفه، وفي نفس الوقت متقبله جدا وتقدر ان انت تحطها باريحيه في اي وقت ويونيسكس. وعلى الرغم من ان الازازه دي مش موجود فيها نوتة الجلود، لكن مشمومه في الدراي داون بتاعها، يعني يمكن انا شامم فيها شويه جلود كده شيك قوي، لكن هي مش موجوده في النوتس بتاعتها. ليجند دي جواجاكو ابابينيرو، اسطوره جواجاكو والفلفل الاسود. البرفيوم دي اول ما تشوفها كده من الشكل بتاعها اللي هو الستيكر اللي مرسوم عليه جلود، هي ما فيهاش جلود، بس يمكن الافتتاحيه بتاعتها افتتاحيه جميله قوي من السيتروس ليمون وبرتقال وماندرين يطلعوا في البدايه، وبعد كده على طول البيبينيرو او الفلفل الاسود اللي هتلاقيه موجود واضح جدا في الميدل نوتس بتاعها، ومشموم مع امتزاجه مع الهيل، مدياه شياكه قوي، عاملاه جو تابلي حلو قوي. يمكن التابليه اللي فيه الجزء اللي هو السبايس اللي موجود فيه مقرباني شويه على امواج ماتيريال، رغم اختلاف النوتات مقربين قوي مع بعض. الدراي داون بتاعها بيجي من اخشاب الصندل مع الاخشاب الارز مع حبوب التونكا، فهي برفيوم شيك قوي 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 قوي. الماكس بقى كله على بعضه مدياك حاجه كده اورينتال، ودي يمكن من الحاجات اللي هي انا شفتها في اللاين كله طالعه دوريانت، يعني هو البرفيوم كله اللي هو تيزور دوريانت اللي هو كنوز الشرق، لكن هو دايما بيضيف الجانب الايطالي او الحته الغربي اللي بيحطها على الميكس اللي بيعمله، فبيغير تماما الجزء اللي هو الاورينتال اللي هو بيكون حابب يوصله لكم. وده كل اللي انا عايز اقوله، ان هي ازايز برفيوم شيك قوي، ازازه 100 مللي حجمها صغير تقدر تشيلها في شنطتك وانت رايح وانت جاي تستخدمها باستمرار، في حاجات تنفع ديلي يوز، في حاجات تنفع في مناسبات معينه زي ما قلت لكم. فهو براند محترم جدا بنقاء كويس جدا بسعر حلو جدا. شكرا لك.